السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة عندنا روتين بقى ايه خفيف ولطيف وظريف كده وحلو، وعشان ما تقولوش ان انا يوم الخميس بضغط عليكم كتير. تمام، فجايبه يعني روتين حلو قوي كده، وهقول لكم على شويه حاجات كده تساعدنا في التوفير وتخلينا بقى ايه نقدر نكفي بيتنا ان شاء الله، ونخلي بيوتنا دايما مستوره ودايما مليانه خير باذن الله. خلاص، نسمي بالله كده ونصلي على الرسول. صليتوا معايا بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حطي لي تعليق حلو زي كده وحطي لي لايك عشان الفيديو يترفع وكل الناس تشوفه. تمام. عندي النهارده انا جبت ايه؟ انا عندي النهارده جبت صلصه، يعني هعمل صلصه. فجبت طماطم، انا كنت جايبه شنطتين طماطم كده، شنطه فيها 3 كيلو. الطماطم بستة ونص، يعني الكيلو ونص ب10. فانا يعني انا حاسه ان هي مش هترخص اكتر من كده بصراحه، ولو رخصت مش هتبقى حلوه. فانا مش عارفه ده حقيقي ولا لا، بس انا عشان ما عنديش اصلا كمان، فقلت بدل ما يبقاش عندي وتغلى وتبقاش حلوه فايه الحق نفسي. فانا لقيتها حمرا وجميله بصراحه، وكانت لذيذه ونضيفه كده وحلوه. فرحت جبت ايه، حتى جبتهم على يومين كمان مش يوم واحد، مش شرط يعني تجيبي كل حاجتك في يوم واحد. انا جبت الشنطه السوداء اللي كانت دي في يوم، وجبت الشنطه التانية في يوم تاني النهارده. بس انا بحاول اليومين دول كمان انزل لكم الفيديوهات بتاعتي في الصبح، يعني بحاول بقدر الامكان الصبح كده عشان تسمعيني كده وانت لسه فايقه كده وهاديه وناديه كده، وتاخدي مني فكره كده تعمليها في يومك ان شاء الله. تمام. بس كده عندي بقى ايه، انا غسلت الطماطم بتاعتي كلها الاول. ماشي. وهعمل بقى، جبت كميه البصل في الاول، يعني نحاول كده نرتب امورنا كده عشان ما نضيعش وقتنا. انا الوقت اللي انا هعمل فيها البصل الطماطم هقطعها واعملها في الخلاط، اكون انا عملت البصله بتاعتي وحمرت. تمام. فانا قطعت شويه بصل كده حلوين على قد اللي انا جايباهم 6 كيلو. ده حوالي كيلو وكيلو وربع بصل. انا مش بكتر بصل قوي للطماطم، لو عوزت في اي طبخه تاني بزود. تمام. هفرم البصل بتاعي في الكبه بتاعتي كويس، وبعد كده هقسمهم على حلتين عشان الحله الواحده مش هتبقى هتبقى شويه يعني. خلاص. والكلام بقى يعني كل اللي جاي ده هيبقى ايه انتوا خلاص عارفينه. نبدأ بقى في اول خطواتنا للتوفير. يعني احنا طبعا في اليومين دول عايزين اي خطوة تساعدنا ان احنا نوفر اي حاجة. اول خطوة هتوفر لك كتير جدا، وهي انا يعني معتمدة عليها حوالي 1,000,000%، خطوة التفريز. تمام. ايا كان بقى التفريز اللي انت هتفرزيه، يعني ايا كان اللي انت سواء هتستعمليه في الاسبوع بتاعك او في اليوم او في الشهر، خطوة التفريز دي خطوة مهمة جدا جدا. أول حاجة وأهم حاجة عندي الطماطم. أنا عندي الفريزر لو مفيهوش لحمة ولا فراخ بس فيه صلصة، أنا كده ببقى 100 فل و14. تمام. فعندي الصلصة دي احنا بنحتاجها في حاجات كتير جدا، يعني انت بتحتاجيها في خضار، بتحتاجيها في محشي، في مكرونة، في حاجة سريعة انت عايزة تعمليها، بتبقى بصي منجزة جدا جدا، وبالذات لما تبقى جاهزة. تمام. خلاص كده خلصنا من خطوة الصلصة. عندك الخضار، لو عندك مثلا خرجتي جبتي مثلا بسلة، اليومين دول البسلة طالعة جديد وحلوة، فلو انت هتجيبي طبخة زودي عليها مثلا كيلو زيادة. هتعملي الطبخة بتاعت النهاردة وشيلي الكيلو التاني حطيه في الفريزر، هينفعك في يوم انت تبقي مستعجلة فيه، مش فاضية تعبانة لا قدر الله، هتطلعي من الفريزر على شوية الصلصة اللي احنا عاملينهم على شوية رز، هيبقوا زي الفل. تمام. ده الخضار. عندك العصاير، لو عندك مثلا الجوافة حلوة اليومين دول خزني منها في الفريزر، هتبقى حلوة جدا في اي وقت تطلعي. عندك لو بتعملي حمص الشام اسلقي. الفيديو اللي فات لو فاكرين ان احنا فرزنا وسلقنا الحاجات اللي كانت اللوبيا والفاصوليا والعدس والحاجات اللي بتاخد وقت، عملنا الطعمية، الحاجات دي كلها بتاخد، عملنا بليلة، كل الحاجات دي بتاخد وقت كتير جدا، فان انت تجهزيها في يوم وترتاحي بقية الشهر ده بيوفر عليكي كتير جدا. واحنا كمان مش بنوفر دلوقتي في توفير فلوس على قد ما احنا بنوفر صحتنا وبنوفر مجهودنا. خلاص. وحاجة طبعا كويسة وانت عاملاها في بيتك.
في الوقت اللي انا مستنيه فيه الصلصه بقى تعمل وتجهز، هفضل قاعده كده مستنيه حاطه ايدي على خدي؟ لا، اظبط اي حاجه انا عارفه ان هي محتاجه تتعمل في المطبخ. انا عندي دلوقتي التربو او الحامل بتاع التوابل ده، حاسه ان هو شكله مش مظبوط، مش عاطفي خالص. فهجيب برطمانات التوابل دي كلها، انا غسلاها، كنت غسلاها قريب، فعايزه تلميع بس من مكان ماسك ايدي. فهجيب الفوطه بتاعتي واجيب البخاخ لو انا عارفه ان انا محتاج بخاخ، بس الفوطه اللي كانت معايا مبلوله، فهعمل بيها سريعا كده، هلمع بيها البطرمان بتاعتي. شايفين شكلها بقى بيلمع وحلو ازاي؟ وهاجي على الحامل بتاعي برضو بنفس الطريقه، هفضل المعه كده تلميع من بره ومن جوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده انا كنت غسلاه معاكم قريب جدا يعني، مش من زمان ولا حاجه. بس حاجة المطبخ انتوا عارفين ان هي بتتبهدل بسرعة طبعا، زيوت وحاجات بتطير عليها ومع التراب كله مع بعضه. خلاص، شايفين الفرق؟ بقول لكم بين ده وبين ده. فبلمع الحاجه، بفضل كده وبلمع، ولمعت الحيطه بقى، الحته دي كلها بالرخامه. عندي الدولف بتاعتي، كنت الايدين ماسكه الايدين والحاجات بتاعتها برضو كنت ملمعاها وانا واقفه قبل كده بعمل في حاجه. تنزلي ضرفه او رف كامل تلمعيه وتشوفي الحاجه اللي ناقصاكي. كل الحاجات دي بنعملها واحنا واقفين مستنيين حاجتنا تخلص. تكنسي الارض مثلا، تروقي التلاجة، بصوا حاجات كتير جدا بتتعمل وانت واقفه، ممكن ما تبقيش يعني ما تاخديش فيها ثواني، بس هتنجز معاكي كتير جدا. خلاص. بس كده، ده الحاجات اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها النهارده، ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر على نفسنا، سواء في المجهود او الوقت او الوقفه او اي حاجه. خلاص، نبقى عندنا ايه اللي فيه عقل وراس زي ما بيقولوا كده، يعمل عمايل الناس. كانت امي دايما تقول لي المثل ده. خلاص، يعني دايما طالما فيكي عقل وفيكي دماغ، لازم تفكري في الحاجه اللي توفر عليكي والحاجه اللي تساعدك وتريحك بعدين. خلاص. كده انا كنت خلصت بقى التلميع، وهرجع كل حاجه مكانها، وهاجي على مكان بقى التربو. وشايفين شكله كان مش حلو خالص، مش لطيف زي ما انتوا شايفين كده، مليان تراب وفي عود كبريت رايح الناحيه دي، ومكان الزيت، ازازه الزيت، كل الحاجات دي برشها بالبخاخ بتاعي وبلمعها زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع كل حاجه مكانها. وكنت بوريكم برطمان الليمون بتاعي، انا بحبه قوي، فعشان كده سايباه قدامي على طول. ماشي. بلمع اي حاجه تيجي قدامي. الكاتل بغسله كل اسبوع، مع اني ما بستعملوش غير في حاجات يعني مش قهوه، مش شاي يعني ولا حاجه، بس بغلي فيه ميه للمخللات والحاجات دي، بينجز معايا. الصلصه عندي هنا كانت خلاص قربت تجهز معايا، فانا هروق المكان بقى زي ما انتوا شايفين كده. في مواعين كتيره في الحوض، وفي مواعين في الصفايه انا مش هعرف احط عليها، فهشيلها خالص، افضيها الاول واحط كل حاجه مكانها. ولو الصفايه عايزه تتغسل هغسلها معايا بالمره. ماشي. الحيطه في الاخر برضو بتاعه الحوض والحنفيه، برضو بعد ما بخلص بغسلهم كويس جدا كل يوم، مع البوتاجاز طبعا والحيطه اللي وراه. كل الحاجات دي لما بتعمليها في يومك في الاول بتنجز معاكي كتير، وبتوفر عليكي دعك وخلطات والحوارات اللي احنا عارفينها في الترويق الاخير، او في التنظيف العميق بتاع المطبخ. تمام. عندي بس في المطبخ دلوقتي عندي الشفاط عايز يتعمل، والشباك بتاع المطبخ، هم دول اللي عايزين يتعملوا. عايزه اعملهم بقى قبل ما دخول الشتاء علينا. كده انا خلصت المواعين. هعمل بقى ايه الصلصه بتاعتي، لقيتها خست، فهنقص بقى الحله دي، هدلقها على الحله دي عشان ابدا اعمل الاكل بتاعي. الاكل بتاعي النهارده بقى انا عماله يعني عايزه اعمل اكل، بس مش عارفه اعمل اكل ايه. فكنت بخيرهم بين الفطير المشلتت اعمل فطير وجبنه وعسل وكده، ولا اعمل كشري. بما ان الصلصه موجوده بقى وكده، فقلت اعمل كشري. فاخدت رايهم بصراحه، ما افادونيش باي حاجه، كل واحد قال لي حاجه، فقررت اعمل اللي فيه المصلحه. فقررت ان انا هعمل كشري. ماشي. بس فقطعت بصلايه بقى سريعا كده شرايح، هحمرها عشان اعملها تقليه، يعني احنا ما بنحبش التقليه قوي، بس عشان المنظر. ماشي. فحطيت شويه زيت حلوين كده، وقطعت فيهم بصلايه متوسطه كده لحد ما وصلت للدرجه اللي انتوا شايفينها دي. هشيلها بقى واصفيها على مناديل واسيبها مفروده في الطبق، هتنشف وتقرمش وتبقى زي الفل، من غير ما تحطي ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، زي ما عملنا في البصاره في الفيديو اللي فات. تمام. هصفيها بس كويس، اهم حاجه. وصفيت الزيت اللي فيه عشان اعمل فيه الرز. انا هعمل النهارده كشري بس في حله واحده، ما عنديش حل ما فيش حل ان انا اعمل في كذا حله، فهعمل في حله واحده. الكشري الاول مره هجربه، هو ما طلعش حلو طبعا زي ما بنعمله في كذا حله، بس حلو وقضى الغرض وكان طعمه حلو برضه. تمام. بس مش اللي هو احسن حاجه، عشان بس نبقى متفقين. هاخد بس شويه صلصه، قطعت توميه كده مكان البصل، وحطيت عليها شويه صلصه وتبلتها ملح وفلفل وكمون وكزبره، وحطيت فيها قرن فلفل اخضر.
وهنا كنت بوريكم ان انا قطعت كنت مطلعه عيش شامي من الفريزر عشان اعمله توست. وهنا حاجه الكشري. تمام. وهنا بقى حطيت الشعريه اول حاجه تحمر في الزيت بتاعه البصله. هحط عليها شويه العدس اللي كانوا فاضلين من المره اللي فاتت لو فاكرين، ما كنتش سلقاهم، فهحطهم، هما ينفعوا جدا في العدس اللي هو الحله الواحده. وهقلبهم مع الشعريه شويه، وبعد كده هنزل بقيه المكونات كلها، انزل واقلب تقلبتين وانزل بالمكون اللي بعده. يبقى الشعريه، وبعد كده عندي العدس، وبعد كده الرز مغسول، وبعد كده هتبل بس الاول ملح وفلفل، وبعد كده هنزل عندي بالمكرونه والمكرونه اللي هي العاديه والمكرونه الاسباجيتي. تمام. دول بحطهم على الوش عشان ايه؟ ياخدوا يستووا من على البخار من فوق. هما كده كده مش هيرضوا يتقلبوا عشان طبعا المكرونه الاسباجيتي صعبه التقليب. تمام. بس بنحاول طبعا نعمل الحاجه اللي توفر علينا وتريحنا من المجهود. يعني ما بقاش انا بعمل مثلا صلصه وبعمل بتاع واروح اعمل اكله تالته خالص. يعني فاهمين؟ حاولوا تستغلوا المجهود اللي انتوا بتعملوه. بس كده بزود الميه بتاعتي زياده بس شويه عن الرز عشان المكرونه والعدس يستووا. تمام. بس بغطيهم بقى ويستووا مع نفسهم. وانا بقى ايه هشوف اللي انا هعمله بعد كده. هحمر بقى التوست وهعمل الدقه بتاعت الكشري. الدقه بتاعت الكشري انا بجيب فص توم عليه شويه ميه شويه ليمون شويه ملح، وبتبلهم بكمون وشويه عصفر بس عشان يدوا اللون الاصفر الحلو اللي انتوا شفتوه. تمام. العيش الشامي ده انا دايما بيبقى عندي بحطه في الفريزر عشان ايه؟ ساعه الكشري احمره. ده كان شكل الكشري بقى بعد ما استوى. انا ما زودتوش ميه تاني ولا عملت له اي حاجه، وطيت عليه النار خالص وايه وسبته. هنا كنت حمرت التوست زي ما انتم شايفين كده، ورشيت عليه ملح وكمون. بس كده. وحطيت بقى الكشري بتاعي، وحطيت شويه حمص كانوا موجودين عندي، وشويه الصلصه من فوق بقى، وعليهم التقليه بتاعه البصل. كان طعمهم حلو جدا، وكان حلو يعني. يعتبر انا بالنسبه لاول مره كان حلو جدا بالنسبه لي. معاها العيش التوست ممكن تعملي مخلل طماطم، سلطه طماطم وخيار جرجير، مفيش اي مشكله. تمام. تمام. كلنا والحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. نيجي بقى عايزين يحلوا. فانا كان عندي البليله اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، كنت حاطه العلبه دي في التلاجة وشايله باقي الباقي في الفريزر. فهحط بقى منها كبشتين كده، وهعملها المره دي باللبن عشان كان طنط معترض عليا عشان ليه ما عملتهاش باللبن. فعملتها باللبن المره دي، كان طعمها حلو جدا. بحط البليله، بحط معاها السكر بتاعها، وبحط عليها ببقى غاليه اللبن، اهم حاجه يبقى مغلي. بغلي اللبن جنبيها، واول ما الاتنين بيبداوا يسخنوا فبحط الايه بحط معاها اللبن يغلي غلوه واحده، وخلاص برفع من على النار. تمام. بس ده كان شكل البليله بتاعتي، وكان طعمها حلو جدا جدا. اعملوا حاجتكم في البيت هتوفروا صحتكم، اهم حاجه يا جماعه. احنا بنقول توفير الصحه. ماشي. سيبك بقى من الماديات ومن الحاجات دي. بس كده. كان ده يوم النهارده. وروقت مطبخي بعد ما خلصت خالص زي ما انتم شايفين كده، دي اهم حاجه. وعبيت الصلصه بتاعتي بس سبتها تبرد واحطها في الفريزر بعدين. وده كان يوم النهارده، ده الانجاز اللي انا عملته النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. لو شايفه ان انت استفدت منه ولو فكره بسيطه خالص، ما تبخليش عليا باللايك، لان ده بيرفع الفيديو جدا وبيدعمني. وتعليقكم طبعا الجميل اللي بيرفع من معنوياتي. وشكرا لاي حد بيقول لي انا استفدت منك واتحمست وهقوم اعمل زيك. شكرا جدا من قلبي. وشكرا لاي حد بيدعمني وبيقف جنبي وبيحسسني ان انا فعلا بعمل حاجة مفيدة. بس هنا بقى اقول لكم يعني اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين، مع الف سلامة.